السلام الخوت، نتمنى تكونوا بخير ولا خير. هذا الجزء الثالث من قصتنا كوميسي الميكروب. مهم الجزء اللي قبل من هذا خليناها في من الكوميسي عاوني في المشكل ديال الوالد، ومن بعد غادي نولي خاتم بين يديه. المهم انا ما نطولش عليكم بزاف. مشينا، انا ما تسوقتش وبقيت عايش ديك الحياه وكنفكر باللي هاد السيد انا غير عزيز عليه وصافي. دازت الوقت، واحد نهار وقف عليا في راس الدرب. شفتو كيف العاده، مشيت سلمت عليه، قال لي طلع. كان غير بوحدو في الطونوبيل. مشيت انا وياه لواحد القهوه، بقينا كندويو. المهم ملي سالينا قال لي طلق معايا ودنيك مزيان دابا، واحد الميكروب عندي مع واحد الحساب وبغيتك تفاريه ليا معاه. قلت ليه مرحبا، ما كانش غرام ديال المشكل. قال لي اسمع بعدا وقول لي واش كاين المشكل. قلت ليه لا انا قابل، كيف ما كان هاد المشكل كيف ما وقفتي معايا انا غنوقف معاك. عطاني واحد التليفون باقي عاد جديد بالكارطونه ديالو والكارطه جديده. قال لي هاد التليفون خدمو، ملي غادي نبغي نحتاجك غادي نعيط لك فيه. من بعد قال لي شوف المقدم ديال الدرب ديالكم، قال لي غادي تمشي لعندو وغتقول ليه بغيت نصايب شهاده السكنه. بطبيعه الحال غادي يقول لك عطيني شي تدويره. قول ليه ماشي مشكل، غادي تجيب لي واحد 1000 ريال غادي تصورها، من بعد غادي تعطيها ليه. حدو شدها من عندك عيط ليا. انا جاتني من الجنة والناس، اصلا ما كنتش حامله. كنت ديما كنمشي لعندو على شهادة السكنة وكان كيعذبني، عارفني ما خدام ما والو وما كانش كيعقل عليا. من بعد يومين تقريبا مشيت عنده، قلت ليه السلام عليكم لاباس عليك؟ قال لي لاباس الحمد لله. قلت ليه بغيت شهادة السكنة. قال لي راه ما كاينش القايد، راه خاصك تصاور وفيها المشاكل بزاف. جبت 50 درهم عطيتها ليه. قال لي صبر انا دابا نديها للقايد يسينيها ليك ونجي. مع طلع وهي توقف واحد الطونوبيل، نزلوا منها واحد الجوج كبار معهم واحد البنت هزا واحد الملف في يديها. قالوا لي واش انت فلان؟ قلت لهم قالوا لي فين هو المقدم؟ قلت لهم راه كاين الفوق. بقاو كيتسناو حتى هبط لعندي وهز معها ديك شهادة السكنة. قالوا ليه السلام عليكم اجي معانا. جروه لواحد القنج، بداو يقلبوا فيه هما يجيبوا ديك 50 درهم وجبدوا التصوير اللي كنت ديجا مصيفطها للكوميسير. قلبوها لقاوها نفس 50 درهم. قالوا ليه علاش خديتي الرشوه من عند هاد السيد؟ قال لهم ما خديت من عنده والو، راه هو اللي جا عندي وقضيت معاه الغرض. ضل عندي وقال لي ياك هادشي اللي كاين؟ قلت ليه لا، خديتي من عندي 50 درهم. بقيت يشوف فيا مصدوم، تنشوف في عينيه بحال كيقولوا لي غادي تخرج عليا على مستقبلي وعلى وليداتي. ما تسوقتش ليه، حتى هو ما كانش كيتسوق ليا. شحال هادي ملي ما كانش عندي الفلوس، شدوه طلعوه لديك الطونوبيل واتهموه بالرشوه. كانت هذيك اخر مره غادي يولي فيها مقدم. هو كان كيسكن حدانا ولا غير كيدور في الدرب وكيقول نبيل هو سبابي. مسكين كان غادي يتفروح، حتى شي حد في الدرب ما كان مسوق ليه، حيتاش اصلا حتى حد ما كان حامله. بالعكس اللي كان كيتلاقى معايا في الدرب كيقول لي نبيل الله يعطيك الصحه. من نهار درت هاد البلان مع الكوميسير تبدل التعامل ديالو معايا، اي حاجه بغيتها كيعطيها ليا. المهم دازت الوقت حتى لواحد النهار واحد الدري ولد الدرب ضرب واحد البنت ودلها الصاك. الدراري وصلوا لمو الخبر باللي انا كنعرف الكوميسير من العائله ديالي. بقات كتبكي وكتطلب فيا عافاك دوي معاه نعطيوه اللي بغى. بقيت كنفكر شحال وانا نعيط ليه. عاودت ليه البلان وقال لي جي عندي القهوه اللي راني جالس فيها. مشيت لعندو قال لي شوف غادي تقول ليها 10,000 درهم ولدك غادي يخرج، ما بغاتش ما تجيبهاش ليا كاع. فعلا مشيت عند ديك المرا وقلت لها شوفي راه قال لك 10,000 و 20,000 ريال غادي يفكرك هذا المشكل. هذا ولدك القليله غادي يدوز 3 سنين ديال الحبس. بقيت كنخلع فيها مزيان وهي تقول لي صافي ماشي مشكل. مشيت معها بعت الدبالج ديال الذهب ديالها وجمعت ديك الفلوس. مشيت لعندو عطيت له ديك الفلوس وهو يعطيني منها 1000 درهم. تخيلوا معايا خوتي كانت عندي 0 درهم، من 0 درهم ولات عندي 3000 درهم في نهار واحد. ما هاز ما حاط. من بعد 3 ايام خرج داك الدري، ياج عندي مو بقات تبوس ليا في راسي وزادني 200 درهم تدوير على داكشي. الله 3200 درهم في نهار، صالير ديال واحد في الشهر دخلتها في نهار واحد.
من بعد هاد المده كامله وانا عايش مع الضارع، عمري دخلت معايا في يدي تا قبطه ديال النعناع. كنت خوكم مزلوط، حتى هما كانوا باغيين غير يتهناو مني، واخا الوالد مره كان يخلي لي 20 درهم. مشيت تخدت لهم كلشي اللي خاصهم في الدار، جاتني تقريبا شي 1500 درهم. بقات لي 1500 درهم، عطيت الوالده 500 درهم و 1000 درهم اللي بقات لي. من بعد خديت شي حويجات على قد الحاله ورجعت لراس الدرب عاوتاني. بقيت واقف في راس الدرب وجاتني واحد الفكره، علاش ما نمشيش للكوميساريه فين خدام فيها داك الكوميسير ونشوف العيالات اللي تما ونكون وسيط بيناتهم، بين الكوميسير وديك المراه. منها هو يدبر على مصاريف وانا ندبر على راسي. اول حاجه درتها هي عيطت لذاك الكوميسير، قال لي شوف انا خاطرين المشاكل، والله جبت لي شي مشكل ما نعقل عليك. قال لي منك ليهم، جيب لي شي دوسي نقي ومرحبا. من بعد واحد 3 ايام بحال هكاك عيط ليا، قال لي شوف روح دابا للكوميساريه، تلقى واحد المراه لابسه جلابه صفراء، شوف عرف كيفاش تدخلها. صافي قطع عليا ومشيت انا للكوميساريه. لقيت ديك المراه جالسه حدا الباب تاع الكوميساريه وكتبكي. مشيت عندها وقلت لها الوالده مالكي؟ بقات كتبكي وقالت لي ولدي شدوه على طريفه ديال الحشيش واختي اللي لصقوا ليه التجاره. قلت لها الوالده ما تخافي ما والو، كنعرف شي واحد هنايا غادي يفرج لك المشكل، ولكن خصك تدوري معاه. قلت لي ولدي ماشي مشكل. مشيت انا ضربت واحد الدويره ورجعت. قلت لها الوالده راه قال لك 4000 درهم. قلت لها خصك تفكري بالزربه قبل ما يدفعوا الدوسي الوكيل المالي، ولا يدفعوا راه خصك واحد 2 المليون. هي جبدت في البلاصه واحد 4000 درهم عطاتها ليا. مشيت عيطت للكوميسير قلتها ليه، قال لي صافي غادي يخرج دابا. مشيت عندها وبقيت كنهضر معاه شحال، ومن بعد 10 دقائق هو يخرج. صدمات، بقات كتعنك في ولدها وكتبوس فيه. من بعد دارت لي انا وعطاتني 100 درهم. عيط الكوميسير قال لي سير القهوه فلان فلانيه راني جاي عندك. مشيت، هو من بعد 5 دقائق هو يجي عندي. عطيته ديك 4000 درهم، عطاني منها 500 درهم. دابا هادي ماشي مزيانه، هي عطاتني 100 درهم و 500 درهم، 600 درهم في ما كملناش نص ساعه. مشيت عاوتاني تقديت شي حطاط، وليت حس براسي انا هو باها في داك الدرب. ما كيدوي معايا بوليس، ما كيدوي معايا حتى شي واحد. المهم داز الوقت، وليت ديما كان نمشي حدا الكوميساريه وكنبقى نستنى الضحايا. وليت نهز واحد الملف بحال دوك النصابه. المهم ديما كندب على المصاريف ديالي في النهار. المهم تقريبا 7 شهور انا خدام مع داك الكوميسير، ديما كندب على مصاريف. المهم وليت انا كنكري الواطه ومهلي في راسي ومهلي في الدار. كلشي وليت يهضر عليه في الدب، اللي ملصق ليه التجاره، اللي ملصق ليه الشراب، كل واحد واش ملصق ليه، وانا ماشي شغلي. المهم انا ديما مهلي في راسي. ممكن ما كنتكم 7 شهور انا خدام مع الكوميسير، ولكن الغلط اللي درت انا ما درتش علاش نرجع. كان يسحب لي هادشي بقى ديما، يعني الفلوس ديما كنخسرها. واحد النهار هو عيط لي الكوميسير قال لي راه كاين واحد الحمله خايبه بزاف، ولا الدرب ديالكم بزاف منهم غادي يطيحوا. قال لي وجد راسك، راك انت راك وليتي معانا. قلت ليه ماشي مشكل. قال لي شوف المخزنه ما عادش الضحك، المحنه ما كايناش، ما تحن في حتى شي واحد وما كيرحم حتى شي واحد. قلت ليه الشاف انا معاكم. قال لي شوف بلا ما تعاود تجي عندي القهوه، الخدمه ما كايناش، تنقول لك انا وتسالي هاد الحمله عاد نبداو من جديد. قلت ليه صافي يا الشاف ما كاينش مشكل. من بعد 3 ايام تقريبا عيطت للكوميسير وقال لي واحد في الدرب عندكم سميتو خالد ولا كيبيع الحشيش. قلت له المشكله ان هاد خالد كان عزيز عليا بزاف وما كنتش باغي يدخل هاد الدومين، ولكن ما عندي ما ندير ليه. انا خدام مع هاد الكوميسير ما يمكن ليش نقول ليه لا. هاد خالد ما كانش كيبيع في الدرب، كان يبيع غير الناس اللي عندهم الفلوس وفي الليسيات، لحقاش لو كان يبيع الناس ولا الدرب 2 صفيقات من البوليس راه غادي يقروا به، وداكشي اللي ما كانش باغي. المهم هما كانوا عارفين بلي كيبيع الحشيش، ولكن ما كانوش عارفين في كيخزن السلعه، وانا كلفوني بهاد المهمه. واحد النهار مع 12 ديال الليل عيطت لي الكوميسير وقال لي هاد الليله ما كانش الناس، شوف اليوم غادي تدخل له السلعه وشوف شكون غادي يجيبها ليه وفين غادي يخزنها. ملي وصلت 12 خرجت برا حدا الباب وبقيت حاضر.
فات الوحدة الزوج 3 حتى واحد ما خرج من الدار ديالها. بقيت كنتسنى من بعد هو يلبس بردينه هو يخرج. بقيت لفت ليه من اليسار ما لقيت حتى شي واحد. من بعد جات واحد الطوموبيل كلها فيمي، مشى قصدها وركب. من بعد شي 10 دقائق هو راكب خرج منها، مشى هذاك اللي جاب له السلعه مشى في حالته، وهو قلع اللوطو وزاد ووصل حدا الباب ديال دارهم وخرج من اللوطو. عاوتاني تلفت ليه من اليسار وهو يبان لي انايا واقف تما. بقيت يشوف فيا وما فهمش. هي هذيك انايا مشيت درت راسي، مشيت درت الطويره ورجعت لقيتو طلع لدارهم وخلى اللوطو تما. عيطت الكوميسير وقلت لها ليه. قال لي الكوميسير زيد راقبو شوف شنو غادي يدير. قلت ليه واخا. قطعت معاه هو، بقيت جاري مع الدار ديالهم. من بعد واحد نص ساعه هكاك خرج مشى لديك اللوطو وهز منها شي 5 ديال السيكان. هز دوك السيكان ودارهم في داك الكاميون الصغير. قلع داك الكاميون ويدخلوا في واحد الكراج. دخل وسد عليه. عاوتاني خرج باش يسدو من برا ويدخل لدارهم. هو يتلفت ليه من اليسار وانا نبان ليه. كنت غير انا في داك الوقيته فاش كان طاح الليل بزاف وما خوا الدرب، وبقى يشوف فيا. من بعد هو يطلع. انايا عيطت الكوميسير وعلمته. قال لي ما عندي ما يتسالك. الغد لي الصباح ما خرجت من بيتي، مشيت باش نفطر وانا نلقى الوالد والوالده كيفطروا. سمعتهم كيهضروا على واحد الموضوع. من قربت بقيت كنتصنت وانا نسمعهم يقولوا الوالد قال الوالده شتي خالد ولد المصابيه ما طلعش ساهل. لقاو عندها كاميو عامر بالحشيش. قال لي عاوتاني مشى فيها مسكين، طاش هي كاميو صغير ديال الحشيش على القليله غادي يضرب فيها 10 سنين ديال الحبس. قالت ليه الوالده وما يشتيش الحاج اللي كاري ليه داك الكراج وما عارف زعما باللي كيبيع الحشيش. المهم انا غسلت وجهي وخرجت برا وانا كنت خايف بزاف حيت هو قشعني في الليل وانا كنت غير راسي تما. والمشكله انه عارفني باللي الكوميسي من العائله ديالي، يعني غير انا اللي غادي نبيع به. داكشي اللي كنت خايف منه هو اللي وقع. الوالده ديالو لقيتها خارجه ومخلوعه. يعني واش نسيت شي ورقه ولا ما عرفتش. المهم من شافتني جات عندي وقعت عليا حسبي الله ونعم الوكيل فيك، اشنو صورتي دابا؟ قلت لها علاش كدوي الوليد الله يهديك، واش انت مريضه ولا مالك؟ قلت لي شنو هو؟ راه قال لي خالد راك انت الاخر اللي شتيه، انت اللي عطيتي بيه عند البوليس، سيري العطاي سير. قلت لي سير الله يعطيك المسخ، غادي نشوفو انت اخرتك كيفاش غادي تخرج. قلت لها الوليد الله يهديك خليني كنحترمك على وجه خالد. هاد الهضره لو كانت شي وحده اخرى نوصل معها ما عرفت فين. قلت لي فين حدك اخرتها تبقى غير عطاي. شدت الطاكسي ومشات في حالاتها. خلاتني غادي نتفرقع كل كنترعد. بقيت كنقول مع راسي واش بصح انا عطاي، ولكن انا درت غير الخير. هاد خونا غادي يأذي الناس سرو غير الحبس نيت. الخبر ديال خالد دارت بوم عندنا، والمشكله دارت بوم باللي نبيل عطوه وهو اللي عطاه به. الخبر هذا كانت انتشر بالزربه، وليت غادي في الطريق وكلشي كيشوف فيا. الكوميسار خرج عليا على حياتي ولا كلشي كينعت فيا بعينيه. بسبب هذا الشيء اللي وقع حياتي تبدلات، وكملت في الخدمه اللي كندير مع الكوميسير. كتبان لي شي مره كنمشي لعندها داز تقريبا 15 يوم. ضربوا خالد 9 سنين ديال الحبس. ما نكذبش عليكم الخوت، تصدمت بزاف حيت بقى فيا خالد بزاف. عمره ما اذاني ولا اذى شي واحد في الدرب بسببي. انا حياته ضاعت. ملي تحاكم جات مو من المحكمه غادا تفرقع، جات حدا دارنا وبقات كتسب فيا وفي الوالدين ديالي وفي كل شيء. عيطت الكوميسير عاودت ليها البلان، صيفطوا لها 2 حناش هزوها من قدام الباب. مع شافتهم قالت لي عاوتاني. عيطت لهم عاوتاني هزوها طلعوها في الترافيك. داوها لداك الكوميسير قال لها شوفي سيني هاد الورقه، اقسم بالله وتعاودي تهضري معاهم تنتبعوا قضائيا. من داك النهار عمرها جات هضرت مع الوالد ولا الوالده ولا مع حتى شي واحد، ولكن دارت لي البصمه تماك. وليت معروف في الدرب نبيل عطوه. المهم داز الوقت كما العاده، واقف كنتسنى شي مرة
نقضي معها لافير، ولكن والو. داك الصباح ما كانت فيه حتى شي حاجه. من بعد كيبان لي واحد الطاكسي وقف، ونزلت منه واحد المراه هي وبنتها، كانوا يبكيو وباين عليهم مخلوعين. مشاو يجريو للكوميساريه، قبل ما يدخلوا لقاوني واقف حداها. الا بغيتي شي حاجه نقدر نعاونك، قالت لي راجلي شدوه ما عرفتش علاش. قلت لها شنو سميتو وكنيتو؟ قلت لهم ليا، وانا قلت لها غير استناني هنا بلا ما تدخلي لعندهم، انا غادي نقول لك اش كاين. مشيت عند الكوميسير وعطيتو سميه والكنيه. من بعد 10 ديال الدقائق قال لي هذا راه شيفور ديال الطاكسي، لاسيرونس مساليه ليه من حتى من لاكارت غريز مساليه. قال لي شوف 5000 درهم غادي نفري لها المشكل، ما بغاتش تدبر راسها. مشيت عندها وقلت لها قال لك 5000 درهم. ملي سمعت 5000 درهم كانت غادي تطيح ليا مسكين. رجلها سكيري ما كيسحاش، كيضرب الاخضر واليابس. قلت لي والله ولدي ما عندي، وهذا السيد هو اللي كيخدم علينا. قلت ليها والله ما كرهت نعاونك، ولكن الله غالب. خذت مني النمره ديال التليفون وقالت لي الا دبرت فلوس هو هذاك، ما دبرتش ما عندي ما ندير. قبل ما تمشي شفت بنتها دايره واحد التيو في يديها. قلت ليها مالها الوالده بنتك مالها اش عندها؟ قلت لي مريضه ولدي مريضه، وكنصرف عليها الزبابل ديال الفلوس، وهذا الراجل هو اللي معاونني فيها. الا شد ما عرفتش كيفاش غادي ندير. قلت ليها الوالده التليفون بيناتنا. عيطت للكوميسير وبقيت كنطلب فيه، قلت ليه باش يفري لها المشكل بلا ريال بلا جوج. هو يقمعني قال لي واش انت تيختي راسك ولا شنو؟ واش انت مريض؟ النهار الاول قلت لك المحنه ما كايناش. قلت ليه هاد السيده راه بقات فيا وعندها واحد الظروف قاسيه. عطاني اكبر معيوره هو يقطع لي التليفون. هنا عرفت راسي ما كنسوى التبصله، ما كنسوى والو، مجرد حوتله ديال المجتمع. اول مره كنطلبو والله ما عقل عليا، ما كانش في قلبه الرحمه. هنا غادي يبداو المشاكل ديال بصح مع هاد الكوميسير. كانت هذه هي نهايه الجزء الثالث من القصه ديال كوميسير الميكروب. هذا ما قبل اخر جزء. ما تنساوش ديروا لايك وابوني باش تشجعوني باش ندير لكم الجزء الاخير اقرب وقت. تهلا.